الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويقول تبارك وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لقد علا فرعون مصرنا وزمننا في الأرض أيما علو، وطغى أيما طغيان، فهو الذي عاد الشريعة وتطبيقها وتتبع الدعاة إلى ذلك داخل البلاد وخارجها، محرضا دول الكفر وحكام المسلمين على التنكيل بالدعاء. ولم يكفه ذلك حتى اعتقل وعذب حتى الموت خيرة شباب الوطن من حملة القرآن وفقهاء الشريعة والمجاهدين في سبيل الله والدعاة إلى هداية الخلق، وأطلق أيدي أذنابه في النيل من كل ملتزم بدينه كما يشاءون، بدءا من أخذهم من مضاجعهم من بين أهليهم في الليل إلى عصب أعينهم والإلقاء بهم في مقابر مظلمة، إلى الضرب والسد وكشف العورات، إلى استعمال الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة. ولم ينجو من ذلك والله حتى النساء، إلى التعليق الخلفي من الأيدي ومن الأرجل، إلى التعذيب حتى الموت، وإجبار الدعاة على التسمي بأسماء نساء. كل هذا على أرض هذا الوطن، حتى صار المسلم الملتزم لا ثمن له عند هذا الطاغوت، واستمر ذلك 30 عاما مستظهرا بقانون الباطل قانون الطوارئ. كثيرون من المترفين مذهولون لا يعلمون ذلك، يعيشون في الغيبوبة، ولو سلكوا طريق الجهر بكلمة الحق أو أرادوا نصح هذا الحاكم لالتقوا بأذنابه على الفور. الذين اختفوا الآن كالفئران وصارت بيوتهم خاوية بما ظلموا. نعم، فما بكت عليهم السماء والأرض. ولم يكتف فرعون مصرنا في زمننا بذلك حتى قال: أنا ربكم الأعلى، وإن لم يقلها بلفظها، ولكنه يرى أن من حقه وأنه يجوز له قتل من يشاء بلا معقب، ويمارس الحكم طيلة 30 عاما بلا قانون، فلا يعترف بالقضاء وأحكامه. وهو أيضا الذي مكن لشلة الفساد والمفسدين ماليا وأخلاقيا، وأهداهم أموالنا أموال الشعب، وقام بحمايتهم، واجتهد حتى آخر لحظة في تسفيرهم خارج البلاد بما نهبوه من أموالنا ليواصلوا حياة العربدة والطغيان والطرف كما يشاءون. وهو من جعل علماء الدين بلا قيمة ولا وزن،
فما هم إلا عبيد لجواسيسه يملي عليهم ما يقولون وما يتركون، وهو من أمر بالتزوير ومكن للمزورين وأطلق بلطجية حزبه على العزل كلما أراد تحقيق أهوائه ثم يسميها رأي الشعب. وهو أيضا ويا بالعار هو من شارك بكل قوته وإمكاناته في حصار غزة المسلمة الباسلة، وأمد اليهود بكل ما يستطيع حتى الغاز الذي ييسر لهم حياتهم وتهنأ به معيشتهم ويزيد به في قوتهم واستقرارهم. وهو أيضا من طبع العلاقات مع كل مجرم ومع جميع ملل الكفر ومع كل أحد إلا مع المسلمين الملتزمين والدعاة إلى دين رب العالمين. وهو أخيرا من كافح ونافح عن كرسيه وأطلق الرصاص على العزل الذين خرجوا له ليقولوا كفى. نعم، وأوجد حالة من الفراغ الأمني ليقتل شعبه، وكل ذلك وغيره إلى آخره مما يقتضي وجوب محاكمته والقصاص منه، وهو إلى آخره مما لا يحصى من الإجرام والجبروت واستعداد الشعب له ولحواريه. ولا يسمع نصحا من ناصح، لا يسمع نصحا في سر ولا يسمع نصحا في علن، بل يعتقل الناصحين بمجرد النية في النصح. ثم بعد ذلك كله لا يدري الكثيرون لماذا خرج الناس في ميدان التحرير في القاهرة وفي سائر المحافظات. إنهم خرجوا يطلبون رفع هذه المظالم العظيمة وإنهاء تلك المفاسد الشنيعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خرجوا لمن أله نفسه 30 عاما لا يرى من طغيان ولا يفضي لنصف ناصح، خرجوا ليقولوا له كفى. ولا غبار في خروجهم هذا، لا غبار في خروجهم هذا بهذه الصورة، فوسائل التعبير والإنكار ليست توقيفية، بل أصل فيها الحل والجواز ما لم يكن ثم أمر قد نهى عنه الشارع، ولا نهي في الشريعة عن المظاهرات، والذين حرموها لم يأتوا بشيء. فإذا تظاهر الناس مع مراعاة الضوابط الشرعية في عدم التعرض للممتلكات الخاصة وكذلك العامة التي ينتفع بها المسلمون ولا يحاربون بها، فلا حرج في ذلك. إن هؤلاء الذين خرجوا لم يخرجوا لأنفسهم، وإنما خرجوا من أجلنا جميعا. فهل نتشبه بالمنافقين فإذا انتصروا قال أحدنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإذا ما أوذوا قال الحمد لله، أو قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إن هؤلاء الذين خرجوا لم يرتكبوا خطأ ولا ظلما ولا عدوانا، وليس معهم إلا ألسنتهم، وهذا أدنى حقوقهم. وقديما حين قام عمر رضي الله عنه ليحدث الناس ويأمرهم وينهاهم، قال له رجل من عموم المسلمين لا سمع لك ولا طاعة حتى تبين لنا ما الثوبان اللذان عليه، وقد أعطيت كلا منا ثوبا واحدا. فيقول عمر بن يا عبد الله قل فقل لهم، فيقول عبد الله إنما أعطيت أبي ثوبي
لأن عمر رضي الله عنه أوتي بسطة في الجسم فلم يكن يكفي ثوب واحد فأخذ ثوب ابنه ولم يأخذ ثوبا من الرعية. إن هؤلاء الذين يحاصرون الآن في ميدان التحرير خرجوا ليتحرروا من حالة الشيطان الأخرس التي عمتنا، خرجوا ليقوموا مقام الشهداء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. خرجوا لينالوا أجر أفضل الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. خرج هؤلاء امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أجمع فقهاء المسلمين على دخول الأمراء والحكام في عموم الحديث، فينكر عليهم كما ينكر على غيرهم وفق تدرج وضوابط نراها متحققة في حالتنا هذه. وخرج هؤلاء أيضا ليقوموا الأمة في حالة غياب أهل الحل والعقد الشرعي، قاموا وخرجوا ليقوموا عن الأمة بالواجب الشرعي في عزل الحاكم وتنحيته إذا أصبح غير صالح للولاية أو كان غير صالح من الأصل، كما لو كان غير أمين على مصالح الأمة، ولا يطبق فيها شرع الله ويوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله ويستنصر باليهود أخبث الخلق، يستنصر بهم على المسلمين ويغريهم بمساعدته بتحذيرهم من احتمال وصول المسلمين إلى تطبيق الإسلام إذا ما تخلوا عن نصرته، وينشر في الأرض الفساد والفاحشة بكل سبيل، وينهى عن الدعوة إلى الالتزام بالشرع، ويمنع الجهاد في سبيل الله، ويمنع أكثر صور الالتزام بالشرع. وإذا فهؤلاء الذين خرجوا لهذه المقاصد التي تقرها الشريعة وتعظمها إذا ما ابتلوا، إذا ما أوذوا، إذا ما حوصروا، أفلا يجب علينا نصرتهم؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والله هؤلاء المرابطون في ميدان التحرير وغيره، وأسميهم مرابطين قاصدا لأنهم يرابطون لعزتنا وكرامتنا، أفنخذلهم؟ أفنسلمهم؟ أنترك الدعاء المكثف لهم ليل نهار؟ أنترك أعداءهم ينالون منهم ما يشاءون؟ أنترك إمدادهم بكل ما يحتاجون من دعم بشري وغير بشري، من دعم مادي ومن دعم معنوي؟ أفنترك الشائعات وإرجاف المخذلين ينال منهم؟ إخوة الإسلام، إن تلك العصابة المرابطة في ميدان التحرير، إن هذه العصابة إذا انهزمت وقعت الأمة كلها في الذل والقهر لعقود من السنوات لا يعلمها إلا الله. أفيكون خذلانهم هو الموقف؟ أما فقهاء الذل وما أكثرهم، أما فقهاء الذل فيقولون: نعم نخذله
ونسفه أعمالهم حتى لا تصيبنا حصار، حتى لا يصيبنا حذر، حتى لا تتأثر معايشنا وأموالنا، حتى لا يتأثر استجمامنا وراحتنا. وهذا شأن المنافقين. فالمنافق لا يريد إلا الدنيا، لا تهمه مصيبة الدين. هذا شأن ضعف الإيمان وعبيد الدنيا. إذا سلمت لهم رياساتهم ومآكلهم ومشاربهم ومناكحهم فلا يبالون بما يجري على الدين ولا على عموم المسلمين. وفقهاء الذل دائما قلوبهم مرعوبة، وإن لم يكن أمامهم عدو فهم في هلع دائم سلما وحربا، فهم دائما يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لأنهم مرضوا على الذل وعلى الهوان. وفقهاء الذل يقولون إما بقاء فرعون وإما الخراب، يرددون في بلاهة، يرددون في غباء ما تردده أبواق فرعون وهامان. وكم نعاني في كل يوم، وكم نعاني في كل يوم في النقاشات حتى بحت حقوقنا مع من ينهلون من قنوات الدجل والكذب الذي استخفت بعقولهم. فيقول لك القائل وأنت تشتري حاجياتك وأنت في الطريق، يقول لك هل يرضيك ما حدث؟ ما رأيك فيما يحدث؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي يواجهها كل منكم. يقولون سنموت من انعدام السلع وفقدان الوقود وإغراق البنوك، أيرضيكم هذا؟ أم أن الأفضل أن ننبطح لفرعون يفعل بنا ما يشاء من ذل ومن قهر حتى نأكل ونسير بسياراتنا مملوءة بالوقود ونتعامل مع البنوك بحفظ أموالنا، والفرعون يخرب حياتهم عامدا ليشتاقوا إليه وإلى أيامه فيقولون كان خيرا لنا مما نحن فيه. فعند هؤلاء الدهماء الخلق أن الأمر محسوم بين خيارين لا ثالث لهما، إما خيار الذل والهوان ويقولون أهلا به، وإما الخراب والموت والفقر. كل هذا ل9 أيام فقط مضى، 9 أيام فقط خلف فيها الإعلام الساقط في قلوبهم الرعب. فكيف لو استمرت المحنة شهورا؟ كيف لو كانوا كأهل غزة في رباط هذه العشرات من السنوات؟ إن الأسبياء وأصحاب الفطرة السليمة يؤثرون المشي على الأقدام وأكل ثمرات وجرعة ماء ولو لعدة أشهر، ولا ينهزمون ويركعون لمن يستعبدهم. والشجاعة صبر ساعة. فيا عباد الله اثبتوا وقاطعوا قنوات فرعون وهامان المرجفة الكاذبة. وفقهاء الذل المصلحة الكبرى عندهم في التحاف رحاف الراحة والدعة ورفاهية العيش ولو على حساب كرامتهم ودينهم وحريتهم. وأقصى عزتهم هي درجة من درجات الجل لا تعدو، كتلك الحادثة التي تروى على سبيل الطرفة أن الحكومة المستبدة فرضت في إحدى الطرق إتاوة على صاحب كل سيارة يجوز في الطريق. فرضوا رسوما يحصلها من يحصلها عند نقطة من النقاط، ومع تحصيلها يصفع صاحب السيارة ضربة أو صفعة مهينة على قفاه. فازدحمت السيارات في طابور طويل، ينزل كل رجل يتلقى الصفعة على قفاه ويقدم رسوم التحصيل فيأخذها
محصل الرسوم. يفعلون ذلك بطريقة رتيبة في رضا وفي اعتراض، وفجأة ظهر رجل ثائر من أصحاب السيارات أتى من الخلف يتعدى هذا الطابور حتى يصل إلى محصل الرسوم، يثور في وجهه بعزة ويقول: لن نرضى ولن نتحمل هذا الوضع، لابد أن تأتي معك برفيق لك، أحدكما يصفع ارتفع والآخر يحصل الرسوم حتى لا نتأخر كل هذا الوقت. هذه هي عزة أصحاب فكر الذل، لا يتعدوا شيئا من هذا المثال. استصرفوا حالة الاستضعاف، عشقوها وأحبوا دوامها، صاروا يتلذذون بها وينطلقون منها، وهم يكلمون غيرهم من الأحرار، يكلمونهم باستعلاء من أنوفهم، يظلمون أنفسهم الحكماء والعقلاء الذين يرون المستقبل جيدا. وفقهاء الذل عندهم قاموس من الشبهات يستعملونه في الدعوة إلى الذل وخذلان من قاموا ببذل أرواحهم من أجلنا، فبالإضافة لرفعهم لشعار إما الترحيب باستمرار الفعل وإما الضياع، فلهم شبهات أخرى. فتارة يقولون: من نعرف خير ممن لا نعرف، من نعرف خير ممن لا نعرف، وهي المادة الأولى في شريعة الذل التي يدينون بها ورباهم عليها الفراعنة. فما عجبا لهذا الكلام الصافر الأحمر. أرأيتم لو كان من نعرفه، إنما نعرفه بظلمه، نعرفه بطغيانه الذي بلغ الذروة ووصل إلى المنتهى، أفيكون في هذا خير؟ إن هذه العبارة يصرفها الفقهاء في من تيقنا ما فيه من الخير فلا نتركه لآخر نظن فيه الخير احتمالا، أو على الأقل في من ثبت لنا سهولة التعامل معه وإمكان التفاهم، فبأي شرع وبأي عقل تنقلب الموازين، ونترك المستيقن ونأخذ بالمظنون ونؤيد من تيقن قبائحه ضد من نشك أن يكون له قبائح. وعلى منهج فقهاء الذل وطبقا لهذه المادة في قانونهم الخبيث يجب أن نؤثر أكثر الناس على من سواه، لأننا عرفنا أكثر الناس وتعودنا على إذلاله لنا، فلا يهم بماذا عرفناه، المهم أننا عرفناه فهو بخلاف من لم نعرفه. وعلى منهجهم لكان على الأنبياء وعلى المصلحين ألا يحركوا ساكنا إزاء أي أبي جهل، لأنهم يعرفون، فهو إذا خير ممن لا يعرفون. أين عقولكم يا فقهاء الذل؟ كيف يقول من تيقن إجرامه وبطشه وفساده وكراهته للدين خير ممن لم نتيقن منه هذا القدر الشنيع من الانحراف؟ ثم نحن لسنا في معرض من يأتي بعده، فيكفيك شرعا الأخذ على يد الظالم كما أمر صلى الله عليه وسلم، الأخذ على يد فاقد الأهلية لولاية المسلمين، يكفيك خلعه عن هذه الولاية كفا لشره وعدوانه. وأما من يأتي بعده فله حكمه ولكل حادث حديث. ثم أضف إلى ذلك لو قدر أن البديل هو أيضا طاغوت كسابقه، فإنه سيحتاج العديد من السنوات ليصل إلى الذروة في إظهار طغيانه وجبروته وممارسته لهذا الطغيان، هذه الذروة التي وصل إليها سابقه. وهذه السنوات تكون فرصة لتنفس الناس الصعباء والانطلاق ولو لسنوات في تمصير الأمة
ودعوتها إلى ربها فرصة لتقوية المسلمين لأنفسهم وترتيب أمورهم. ومن شبهاتهم أن الرئيس قدر المطلوب، فلماذا يصر هؤلاء الشباب على التظاهر، بينما الحقيقة المشاهدة المحسوسة التي نراها جميعا أنه قرر قتل شعبه فور تصريحاته التي قدمها، وانطلق زبانيته على الفور بمجرد انتهائه من كلماته الباردة العفنة انطلقوا في الاعتداء على الشعب، وما قدم في كلماته إلا كل عناد وصلف. والله لم يعتذر عما فعله بالمسالمين من قتل وضرب، بل توعد بالمحاسبة من أحداث هذه التظاهرات، مهددا بعقوبتهم وملوحا بالتنكيل بهم، وسفه كل ما فعله الشعب الغاضب، محقرا لهم حين أفهمهم أنه في عدم حالة ترشحه فترة أخرى فليس بسبب ما فعلتم وليس استجابة لندائكم، بل لأنه أصلا كان لا ينهي ذلك. ثم لم يأمر بحل مجلسي الشعب والشورى المزورين القائمين على جهود بلطجية الذين يسلطهم اليوم على المتظاهرين، بل آخر مجلسين الحق في البت وأخذ القرارات في مطالب الشعب الغاضب. ثم لم يصرح حتى باحترام أحكام القضاء وتنفيذها على الفور بإخراج المعتقلين القاطعين وراء الأسوار، لأنهم يقولوا ربنا الله الذي أفرج عنهم القضاء عشرات مرات دون أن يعتد الطاغية وأذنابه بذلك، بل حتى لم يجد مجرد وعد أن يطلق صرحهم، لم يتلفظ بإلغاء قانون الغابة قانون الطوارئ الذي لا يحيا هو ونظامه إلا به. فكان في كلماته الباردة كمن أراد تكحيل عين فأعماها وزاد الطين بلة، ولم يفعل سوى إثبات عناده وسوى احتقاره لمعارضيه بل لشعبه بالكامل. ومن شبهاتهم الفاسدة تلك المفاسد التي يتخوفون منها ويصفونها، المفاسد الحاصلة من الوضع الحالي من ضعف الاقتصاد المصري وما يتوقع من قلة السلع وغلاء الأسعار، مما يزعج البطون المتعلقة بالمآكل والمشارب، ومن الإصابات التي أصابت المتظاهرين والحرائق التي أفسدت بعض المنشآت والممتلكات. ونفهم أن سكوت المتظاهرين من قبل لسنين طويلة هو الذي أضعف الاقتصاد حتى قفزت مصر من 18 مليار إلى 880 مليار على مدى عهد هذا الفرعون. فماذا يريد أصحاب هذه الشبهة؟ يريدون أن تزداد الديون فوق 880 مليار أخرى تتجدد بدوام حكم هذا الفرعون، إشفاقا من فقد ملايين بل حتى مليارات بصفة مؤقتة. فأين عقولكم وكيف تفكرون؟ ثم هو قيمة مال وأكل وشرب مع ذل وقهر وفقدان العزة والكرامة، الكرامة التي خص الله بها بني آدم وكرمهم على سائر الخلق، العزة، الحرية، تلك المعاني الشعورية العظيمة التي لا تقدر بالمليارات، والتي بها صار الإنسان إنسانا مكرما كما خلقه الله، مختلفا عن الحيوان المسحوب المصاب المقهور رغما عنه. ثم ما بقى المسلمين في تحمل الإصابات في سبيل الله، ومن أجل التحرر من الاستعباد، من أجل الخروج من العبودية لغير الله،
من عبودية البشر للبشر إلى العبودية لرب البشر جل في علاه. ما ضرهم في تحمل ذلك. ولا يوجد في التاريخ إقامة بالحق وتحرر من الظلم والقهر بغير ضريبة كبيرة يدفعها المجاهدون الصامدون، وأخرى إلى جانبها يسيرة يدفعها سائر الأمة الساكتون، فلا أقل من أن تتحمل تلك الضريبة اليسيرة وقد ابتعدتم عن الميدان. ثم ما وقع من حرق وإتلاف للممتلكات والمنشآت، فإن كانت تلك الممتلكات الهالكة في معدات المحاربين الذين يستعملونها في حرب المسلمين فهي بمثابة قتل المسلمين الأوائل في الغزوات لخيول الكفار، والخيول لا ذنب لها لكنها أداتهم في حرب المسلمين. وإن كان الإتلاف والإحراق فيما لا يستعمل لحرب المسلمين فذلك بحمد الله من أفعال المخربين المجرمين لا أفعال أهل الطريق المستقيم، من أفعال الذين يستغلون الفرص وليسوا من الصف القائم للمظاهرات ابتداء. فلا يسأل عنهم أصحاب الأهداف الرفيعة والمسيرة القويمة، يسأل عنهم ذلك الطاغوت، يسأل عنهم أذنابه، يسأل عنهم الفرعون الذي استأجرهم ليقوموا بذلك ويدخل الرعب في نفوس الشعب ليتمنوا استعادة الفرعون لعرشه. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا وأن يزيل الغشاوة عن الأبصار وعن قلوب عموم المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن شبهات المخدرين وفقهاء الذل طرق هذا التساؤل: أي مكاسب للأمة فيما حدث؟ وقد عمي البصائر عن مكاسب عظيمة لأنهم فقهاء الذل لا يفهمون المكاسب من الخسائر، وقد تخصصوا في الدعوة إلى الذل. وأقول حدثت مكاسب عظيمة، أولها كسب الظالم الطاغي وقهره، كسب الظالم الطاغي وقهره ومراغمته، وذلك مقصد عظيم من مقاصد الشر. ولهذا حمل الصابر عن النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه رغم وجود الرخصة لما فيه من كسر إرادة عدوه ومغايظته لهذا العدو، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن مغايظة العدو غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته له ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين. مشى رجل من الصحابة مشية متبخترة بين صف المسلمين والكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية تبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، مراغمة لأعداء الله ومغايرة لهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وثاني المكاسب إحياء معاني العزة والكرامة في نفوس الأمة، وتقدير ذلك على متاع الدنيا وحطامها الثاني، وتخليص النفوس من الذل الذي لا يليق بالمسلم. وثالثها
ردع أمثال هذا الطاغوت من الطواغيت الآخرين ليأخذوا العبرة، والذين رأيناهم وهم يرتعدون ويسارعون إلى استرضاء شعوبهم بالتنازلات وببعض أنواع من الإصلاحات. ورابعها فضح المفسدين الصارخين الهاربين وغير الهاربين الذين يتشكل منهم هذا النظام الفرعوني وتعريتهم أمام شريحة كبيرة من الشعب تكون لنا قاعدة مستقبلية في مدافعة طغاة المجرمين. وخامسها تعويض مسيرة مخططات الذل المرسومة للشعوب في الأيام والأعوام القادمة، وتعويض مخططات التوسع في نهب المزيد من أموال هذه الأمة. ونقول تعويض قاصدين ولم نقل منع، إشارة إلى أنه لو لم يكن في ذلك منع تام لهذا الفساد فإن مجرد تعويضه وتأخيره والحد من تصارعه هو في حد ذاته مكسب. وسادسها تعويض وتأخير المخططات الأجنبية الخارجية ضد شعوبنا، تلك الشعوب التي أوهم الفراعنة أعداءنا الخارجيين أنها في جيوبهم يفعلون بها ما يشاءون، فحين يرى المتآمرون الخارجيون تلك الصور الرائعة من الاستحسان التي تقدمها الشعوب المسلمة عزيزة طويلة رافعة رأسها متحملة البلاء، فإنهم يفكرون ألف مرة ويتباطؤون في تنفيذ خططهم ولا يتوسعون فيها، بخلاف ما يطمئن لحالة الاستخفاف بنا التي اعتادوا رؤيتها في شعوبنا لسنين طويلة قد مضت. وسابع تلك المكاسب نيل أجر أفضل الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ونيل أجر سيد الشهداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. والنجاة من إثم السكوت عن الحق والتلبس بوصف شيطان الأخرس، والنجاة من إثم عدم السعي في إنكار المنكر، بل النجاة من العقوبة الإلهية العامة التي توعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يأخذون على يد الظالم، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوه على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. ثالثها انهار الأمة واستعادة عافيتها واسترداد عزيمتها، فإن تأثير ما صنعه هؤلاء المتظاهرون في أيام لم يؤثر مثل عشر معشار ما صنعه المفكرون والكتبة والمتكلمون على مدى عدة عقود من الزمان. لكل ذلك نقول: يجب نصرة هؤلاء المتظاهرين والمخاصرين بكل وسائل النصرة، من المشاركة معهم ومن تأمين أهليهم وذراريهم وبيوتهم وعلوم الناس والممتلكات، ومن دعمهم ماديا بتوفير الطعام والعلاج والإسعافات أو ما يلزم لذلك من مال، ومن مشاركة الأطباء والمسعفين وغيرهم إذا احتيج إليهم من أجل مداواة إصاباتهم، ومن الدعم المعنوي بالثناء عليهم وتوعية الناس بقضيتهم، وأن تلك العصابة لو انكسرت فسيعيش الناس عقودا طويلة من الذل واليأس والإحباط والاستعباد. ومن الدعم المعنوي أيضا الامتناع عن نقل ما يفك في العضد ويسبب الإرجاء، والامتناع عن نقل ما تردده أبواب النظام الفرعوني في إعلامهم
ما تردد هذه الأبواق التابعة للنظام الفرعوني في علمهم والامتناع عن نقل أي شائعات سلبية. فهذا إخوة الإسلام أوان النصرة وموطنها، نسعى إليها جميعا متكاتفين متعاونين متناسين أي خلافات بيننا. وقد التقت بحمد الله كلمة رموز بارزة للتيار السلفي مع رموز بارزة في الإخوان المسلمين وغيرهم على ضرورة النصرة لإخواننا هؤلاء. فشيخ التيار السلفي المقدم في القاهرة الذي يجله الجميع ويقدمونه هنالك وهو الشيخ محمد بن مقصود يندعو الناس للمشاركة ويحث تلاميذه عليها، ويبدأ بنفسه في ميدان التحرير يخطب في الجموع المحتشدة هناك. نعم، ينزل بين الجموع المحتشدة يحدثهم ويخطبهم. وهذا الشيخ القرضاوي الرمز الكبير للإخوان المسلمين ولكثير من خواص وعوام الأمة قد أوصل حكم المشاركة للوجوه، فبعد أن جلى صورة الوضع الحالي عقب بالحرف الواحد قائلا: ولهذا كان النزول إلى الشارع وخصوصا يوم الجمعة للمشاركة في الاحتجاج واجبا شرعيا على كل قادر على الوصول إلى أماكن التجمع، وليس له عذر يمنعه، لأن هذه وسيلة من التخلص من الفرعون دون مزيد من الخسائر في الأرواح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونضيف إلى هذا ما تقدم من وجوب نصرة المسلم وحرمة خذلانه، لا سيما المحاصر المستضعف المعتدى عليه الذي ينافع من أجلنا ولمصلحتنا العامة لا لمصلحته الخاصة، ويقدم نفسه لرد الحقوق المسلوبة من الأمة. وفي الختام أذكركم أن بعض من استشهدوا أو قتلوا من المسلمين في تلك الأحداث ربما حملهم من ليس منهم ودفنهم دون إبلاغ ذويهم أو الصلاة عليهم، لذا ندعوكم لصلاة الغائب عليهم بعد الفراغ من صلاة الجمعة، لا سيما وقد ذهب بعض العلماء المتقدمين لشرعية الصلاة على كل غائب يشق الوصول إلى قبره ولو كان قد صلي عليه، كما في مذهب الحنابلة كما بينه ابن قدامة رحمه الله في المغني. ومنهم أيضا من رأى صلاة الغائب على من صلي عليه إن كان له خصوصية من شأن أو شرف في الإسلام وتقديم نفع للمسلمين، وأحسب هؤلاء منهم، وهو ما ذهب إليه وثيمين رحمه الله. وإذا فقد اجتمعت مبررات عدة للصلاة عليهم تتسع لها كافة المذاهب، ثم بعد الصلاة تسير جميعا لا يتخلف منا رجل واحد للمشاركة مع إخواننا الواقفين في وجه الظلم والظالمين ودعما لهم. اللهم انصر هؤلاء المرابطين، اللهم احفظهم من سهام وسيوف اعدائهم، اللهم ارحم الشهداء الذين ماتوا دفاعا عن حقوقهم وحقوق الامه التي هي اكبر من الارض والمال اللذين جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من مات دونهما من الشهداء، فهم دافعوا عن الاعراض والاموال والدين والكرامه التي خص الله بها بني ادم، وارادوا الاخذ على يد الظالم حتى قتلهم. اللهم انصر اخواننا الصامتين في وجه الباطل، اللهم سخر لهم مددا لا ينقطع حتى يسقط فرعون، اللهم فرج كرب المحصورين وصد عنهم سهام اعدائهم وهجماتهم، اللهم اذل كل طاغوت مستكبر واجعله عبرة وحكاية لامثاله، اجعله آية وحكاية لامثاله من الطواغيت المجرمين،
واشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم وارزقنا اللهم العزة والكرامة والحرية والثبات واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.